القبض على محمد أوتاكا طليق هدير عبد الرازق، والداخلية لقوا معاه حشيش وكوكايين، وكمان بيقولك ده إتجار. تعال أقولك إيه اللي حصل. وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على التيك توكر محمد أوتاكا، وده طليق هدير عبد الرازق. مش كده وبس، كمان ده لقوا معاه حشيش وكوكايين. الغريب بقى ان محمد اوتاكا اعترف ان هو بيتاجر في الحشيش والكوكايين، ودي اصلا قضية تانية ومصيبة سودة لوحدها. طبعا غير القضايا اللي موجهه له زيه زي سوزي الأردنية، محمد عبد العاطي، شاكر مداهم، كل الناس اللي اتقبض عليهم. التقديم محتوى بيخدش الحياة والإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مع اختلاف بقى كل واحد والقضية بتاعته. انت عندك دلوقتي محمد اوتاكا اهو حشيش وكوكايين وكمان بيتاجر فيهم، يعني حتى مش تعاطي. فهنشوف محمد اوتاكا ايه اللي هيحصل فيه بعد كده من وزارة الداخلية. انتوا بقى قولوا في كومنتات، تفتكروا محمد اوتاكا بعد الاتجار في الحشيش والكوكايين هيخرج ولا لأ؟